يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. دي طبعا الحلقة الثالثة من الفاينانشال بلاننج. صراحة أنا وعدت وعد المرة اللي فاتت، أو يعني قلت إن أنا هتكلم على الفاينانشال تيرمز أو الفاينانشال ستيتمنتس للستارت ابس والسمول بزنس اونرز. بس صراحة ستيل لسه الفاينانشال بلاننج وتأثيرها وأهميتها واخدة بحيز كويس جدا، يعني محتاجة كمان شغل. فقلنا نكمل الحلقات زي ما قلنا. احنا عملنا حلقة أولى واحد واثنين، ودي الحلقة الثالثة عن الفاينانشال بلاننج. وانا بتكلم عن الفاينانشال بلاننج لو مش بتكلم بصفة بيرسونال او الحاجة الشخصية، لان الحاجة خلينا نكون متفقين انه الحاجة الشخصية هي برضو بتنعكس على ما هو صاحب الشركة او صاحب البيزنس او الموظف هو شخص لازم يبقى عنده فاينانشال بلان. فكلمة فاينانشال بلان دي تستوعب وتسع كل الناس، بغض النظر هو افراد او شركات. يعني انت لازم يكون عندك الفاينانشال بلان دي، لازم تحطها على ورقة وقلم وتشتغل عليها، وتشتغل عليها كويس جدا وتركز فيها. يعني من الكلمات الحلوة قوي اللي انا شفتها لسه قريب هي الفاينانشال انتليجنت او والفاينانشال اي كيو، يعني الذكاء المالي. والاي كيو ان يبقى عندك ذكاء كده مالي. الكلمه يعني في فاينانشال ليترسي، المعرفه الماليه، في فاينانشال بلاننج. بس لما كنت بقرا في ارتكل كده في البتاع في الانترنت، فلقيت الفاينانشال انتليجنت او الذكاء المالي. الكلمه حلوه، الكلمه معبره زي ما بيقولوا. انه فعلا زي ما هو عندك ذكاء عاطفي، يعني بيقول لك دايما يبقى عندك ذكاء عاطفي، وقدرتك على التحمل، وقدرتك على مواجهه الصعاب، وفي ذكاء في التعامل مع الاشخاص، مع الناس. وفي ذكاء بالنسبة للتعامل مع جسمك وصحتك. ففي جزء كبير في حياتنا وهو الجزء المالي، وده انا يعني اكاد اجزم ان هو ليه تأثير صحي بقى ونفسي. يعني انت تخيل من غير الفاينانشال، من غير الفلوس زي ما بيقولوا، او ان يبقى عندك ان انت منظم الحياة المالية بتاعتك، انت اكيد في مشكلة. اكيد هتقع في مشكلة، والمشكلة دي تأثيرها هيبقى تأثير نفسي رهيب جدا. لأن إحساسك أنا آسف في اللفظ، ولكن إحساسك بالعجز، أو إحساسك بأن أنت مش قادر تنافس أو تغطي مصاريف معينة في توقيت معين، ده كل ده بيؤدي إلى أنه يبقى عندك مشكلة نفسية سببها المشكلة المالية. فإذا أصبح المال النهاردة أو الذكاء المالي من الأساسيات اللي أنت محتاج تعرفها، مش تعرفها وبس، وتعرف تطبقها وتعرف تشتغل بيها. الذكاء المالي بيساعدك ان انت تبقى دايما اون تراك، يعني على الطريق الصح. ممكن يحصل اخفاقات، وممكن اقع، وممكن ما اقدرش استمر لفترة معينة، ولكن دايما بقول ان انا لازم ارجع على التراك. يعني لو انا راسم لنفسي طريق كده، ران واي زي ما بيقولوا، فانا محتاج ان انا امشي اتحرك على الران واي. ممكن اروح يمين او اروح شمال، طبيعي جدا. الحياة اب داون، يعني مش ماشيه كلها ميه واحده، سيمتريه واحده يعني. ولكن دايما طول ما انا عندي بلان، طول ما انا عندي خطه، فلو طلعت بره الخطه اعرف ارجع تاني. يبقى انا عندي البيزكس، ايه اللي يرجعني الخطه تاني، او ايه اللي يرجعني على التراك تاني. فكلمه فاينانشال انتليجنت ده عجبتني جدا جدا يعني.
فدي ومعبرة ان يبقى عندك الذكاء المالي ازاي تتعامل. وخلينا يعني بنتكلم بطريقة يعني ودية قوي خالص. هل ده كل الناس يقدروا عليه؟ خلينا اقسمها جزئين. يعني الجزء الاولاني هو ناس عاشت الحياة دي بطبيعة ظروفها، بطبيعة المايند سيت بتاعها، هو تفكيره جايبه كده، تفكيره ساعده على كده، هو عايش طول عمره من صغره على كده. اما ان هو اتربى عليه نتيجة محيط الاسرة، ودي نقطة يمكن هنتكلم عليها في بقية الحلقة النهاردة، او ان هو دي طبيعته الشخصيه انه حريص. ويعني كلمه حريص دي دايما كنت اقولها في اللايف، ان هو عيش زي رجال الاعمال. رجل الاعمال بخيل، مش بخيل بالمعنى الكلمه، ولكن هو حريص، فبيعرف يصرف فلوسه فين وازاي وليه، وايه الانكم، ايه العائد من الفلوس اللي انا هدفعها ده، هي هتجيب لي ايه. فخلينا حتى لو افراد، حتى لو موظفين، حتى لو ايا كان طبيعتنا، خلينا نعيش بنفس الفكر ده. لان خلينا نكون صراحة، هو الفكر ده هو اللي ناجح، لان هو رجل الاعمال ده عشان يبقى ليه اسم في السوق ويبقى له براند، والنهارده ليه اسم واسم معروف، فهو اكيد اتبع السياسة دي وخد منها، خد جزء كبير جدا. او ان الشخص ده يبقى اول شخص ان هو ظهر في البيئة دي، اتعامل بيها، عاش فيها، فهو بيتعامل بتلقائية ان هو يبقى عنده حريص في صرف الفلوس، وحريص وعنده قدرة على استثمار الفلوس دي. الجزء الثاني وهو انه لا، ما عاش في الانفايرومنت دي، في البيئة دي، في المحيط ده. ممكن يكون عاش في بيئة بتصرف، ما تعودش على الموضوع السيفنج، ما تعودش على موضوع الانفستمنت، ازاي يوفر فلوس ويستثمرها كمان. فاصبح ان انت لازم تتعلم ده. وتتعلم ده ليه؟ هو ده النقطة. لأن دايما الفاينانشال أو الجزء المالي ليه تأثير، وتأثير ضخم جدا على حياتنا، أسلوبنا في التعامل، أسلوبنا في الحياة، سلوكنا مع الآخرين. كل ده بينطبق إن أنت لو أنت بتقسم حياتك إلى 3 أجزاء، فالجزء المالي ده جزء مهم جدا، وجزء يعني عليه 20 تحته 20 30 40 خط. فاذا هو بند مهم جدا. كنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت في الفاينانشال بلاننج على ان ازاي اعمل بلان، احققها ازاي، اشتغل عليها ازاي، ايه اللي يساعدني ان انا انجح في البلان دي. وهو دي يمكن النقطة اللي كانت مهمة اعتقد في الحلقة اللي فاتت، حلقة 2، انه ازاي انجح في البلان دي. مش مجرد ان انا احط بلان وما اعرفش اطبقها، في حواليها كده شوية فاكتورز، عناصر كده، محتاج ان انت تدركها، تتابعها، تشتغل عليها عشان توصل للنتيجة اللي انت عايزها، او النتيجة اللي انت تتمناها. انت تتمنى شيء، ولكن لما تيجي بتطبق حاجة تانية، بتروح بينك زي ما بيقولوا، يعني بتروح في حتة تانية خالص، وتشز انه مش ده اللي احنا عايزينه. طيب الفاينانشال بلان 3 كان ايه اللي انا بركز عليه الحلقة دي بركز على انه انت مش لوحدك في الحياة، انت مش لوحدك في المجتمع، انت مش لوحدك وانت بتعمل الفاينانشال بلان. انت مش لوحدك لان في ناس حواليك، في ناس مرتبطة بيك، في ناس هتتأثر بالفاينانشال بلان بتاعتك، بالخطة المالية. فبالتالي مهم جدا جدا ان انت تشارك اللي انت هتعمله، افكارك من ناحيه الفاينانشال بلاننج او الخطه. لما تحط خطه ماليه محتاج تشارك اللي حواليك، الناس اللي حواليك. انا مش بتكلم عن الناس اللي حواليك يعني كل من هو ماشي او كل من هو قريبك، انا بتكلم على الكوميونتي او المحيط الضيق جدا للاسره، زوج وزوجه واولاد.
اذا كان حد متداخل بقى من بره بشكل ما او بطريقه ما او بنتيجه لظروف ما، فده هيخش في المحيط اللي انا بتكلم عليه. ولكن المقربون، زي ما المقربون اولى بالمعروف زي ما بنقول، فهو المقربون دول هو محيط الاسره اللي احنا اللي انت فيها ما بين زوجه وزوج واولاد. فدول محتاجين ان انت لما تحط خطه على خطه ماليه للسنه او للسنوات اللي جايه، لازم تشركهم في الموضوع. يعني ما ينفعش ان انت تحط خطه ماليه ومش هقول تتحمل مسؤوليتها تحمل كامل، هي المسؤولية تقع عليك. وانا كلمة تقع عليك دي خلي بالكم مش بتكلم على ان انا بوصف مثلا ان انا بتكلم على الراجل، لا، انا بتكلم على اللي بيضع الخطة المالية. لو الست بتضع، الزوجة بتضع الخطة المالية، فهي بتقع على عاتقها، يعني هي المسؤولة عنها ومسؤولة عن تطبيقها. لو هم بيحطوها مع بعض فهم الاثنين مسؤولين. لو الراجل الزوج هو اللي بيحطها فهو اللي مسؤول، الاب بيحطها فهو المسؤول. ولكن دايما عشان تحقق ال 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 الهدف من الفاينانشال بلان او من الخطه بتاعتك وتسعى بيها، لان المحيط بتاعك، المحيط ال الاقربون اللي هم الاولى بالمعروف دول، الاقربون دول مهم جدا انه يبقى فاهم، خليني اقولها بلدي شويتين، فاهم دماغك رايحه فين. يعني انت مش حاطط خطه لغزو ناسا، لا، حضرتك انت حاطط خطه وانا من ضمن الخطه دي. انا كابنك انا من ضمن الخطه دي، انا كزوجتك من ضمن الخطه دي، انا كزوج من ضمن الخطه دي. فاذا لازم نتشارك في الخطه دي، لان الامباكت بتاعها، تاثير الخطه دي هو هيقع علينا احنا الثلاث اطراف دول. كمان في حاجة، لو الخطة دي يعني كان على أثرها إن أنت يحصل تقشف، أو إن أنت يحصل سيفنج، فحضرتك إنه يا جماعة إحنا الست شهور اللي جايين عايزين نقلل مصاريفنا. كلمة نقلل مصاريفنا دي، هو مين اللي هتهت مين اللي هيتلط فيها زي ما بيقولوا؟ المحيط، الأقربون دول هم اللي هيتلطوا في المصاريف. فلما يبقى الاقربون دول هيتلطوا في المصاريف، لازم تفهمه هو انت هتتلط ليه. يعني انت ايه اللي هيطولك؟ يعني ليه انا بخفض المصاريف؟ ايه الامباكت بتاعها؟ تاثيرها ايه النتيجه اللي احنا عايزين نوصل لها؟ ليه محتاجين ان احنا نعمل السيفنج ده؟ فاصبح النقطه دي اصبحت مهمه جدا، ان احنا نقعد على، عارفين ترابيزه المفاوضات، لما يقول لك وجلس الامراء على ترابيزه المفاوضات. اهو انتوا حضراتكم لازم تقعدوا على الاقربون دول يقعدوا على ترابيزه المفاوضات. لازم تقعد على ترابيزه المفاوضات، جميع الاطراف موجوده. هقول لكم حاجه جميله قوي، انه في ليفلز. عارف لما الناس اللي بتشتغل في كوربت او في او عندها بيزنس وكلام، يقول لك في ليفل، يقول لك ايه؟ ليفل المانجرز بيتقابلوا الاول، وبعدين يدخلوا معاهم السوبرفايزرز، وبعدين يدخلوا معاهم السينيورز وهكذا. يعني فنفس الشيء في البيت، انت زوج والزوجه على ليفل الدايركتورز، الناس الكبيره دي اللي هي ما يعني ايه، ما فيش خلاص، هو اللي سايق يعني. فالدايركتورز يتقابلوا الاول على الليفل بتاع الدايركتورز دول، وبعدين ينفايتوا السوبرفايزرز اللي هو الاولاد بقى، التين ايجرز، والما هو فوق ال20 ولا فوق ال25، ينفايت هيم تو ذا ميتنج، يدعوه الى الاجتماع، وبعدين ويتناقشوا ويوصلوا لنتيجه، وبعدين يشوفوا الليفل اللي بعد كده وهو الستاف بقى والسينيورز وكلام من ده. طب حضرتك نبدأ نتناقش مع الليفل ده، فيتم إضافة الليفل ده للاجتماع. which is ان هي الفاينانشال بلان ايه غير انه انت وكأنك شركة. يعني الاقربون الاولى بالمعروف دول، الاقربون دول اعتبرهم شركة داخل عندها فلوس وبتصرف فلوس، والناس اللي موجودة دول ما بين دايركتور ومانجر وسوبرفايزر وسينيور وستاف، كل دول مؤسسة تسعى إلى تحقيق ربح. وأنا دايما أقولها، يعني خليك as a personal كشخص
تسعى الى تحقيق ربح، ما تبقاش هي الشركات بس اللي تسعى الى تحقيق ربح وانت مجرد كونسيومر مستهلك فقط لا غير. دي يعني ده مش الهدف ومش المرجو ابدا، لا من حياتك ولا من ان انت تساعدك عمرها ان انت تعمل فاينانشال بلان نهائي خالص. طيب عملنا قعدنا على دائرة المفاوضات، وقعدنا على ليفل الدايركتورز والمانجرز والسينيورز والستاف، والناس تفهمت النهارده احنا بنعمل بلان ليه. احنا بنعمل بلان عشان عايزين نشتري شقة لحمادة، يعني مثلا على سبيل المثال حمادة عايزين نشتري له شقة، فالنهارده هندفع قسط اكس وهنقسط هندفع مبلغ مقدم كذا، وهنقسط على مثلا 3 سنين 4 سنين. يا اقربون لو سمحت يلا كول فور ميتنج، عارف بتاع الكوربريت ده، كول فور ميتنج، اجتماع مصغر، يلا بينا نجتمع الاجتماع المصغر دي ونقعد نقول والله هنجيب لحماده شقه. فعايزين نجيب لحماده شقه، فنفهم الناس كلها ان احنا والله وذين ال6 شهور وذين ال3 سنين اللي جايين هنبدا نقتصد جزء من الفلوس اللي داخلنا عشان حماده، عشان ندفع قسط حماده. حلو قسط حماده دي ماشي، فعشان ندفع قسط حماده فيبدا الناس تتفهم، الاقربون دول يبدوا يتفهموا كعناصر انه قصه ان انا بوفر في الفلوس او معدل الفلوس اللي كنا بنصرفها بدا يقل فور ريزون، لسبب. مش هي يعني اب وداخل يغلس، لا امه مش عايزه تصرف، مش كده، في تارجت. فبالتالي الولاد الليفلز بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليها دول بيرسبكت، بيحترم الاكشن بتاعك، فبالتالي يتشارك معاك، فبالتالي هيعمل حاجة حلوة جدا ان هو هيحترم ده ويشعر بيك، وبالتالي مش هيضغط عليك. لما يبقى عنده طلبات وعنده رغم هيتناقش معاك، مش يطلبها ويزن عليها ويضغط ويحس انه مقهور ومتضايق وزعلان وانتوا ما بتحققوليش احلامي واحنا جايين عشان احقق لك احلامك. ما خلينا حلوين بس مش مشكله، ولكن احنا مش جايين عشان نحقق يعني انتوا بتحققوليش احلامي وانا زعلان. الاتيتيود ده او الشعور ده هيختفي تماما، لانه هو فاهم تماما انه الاكشن بتاعك بناء على 1 2 3. فدي كانت النقطة الأولانية عشان حمادة طبعا. فكانت دي النقطة الأولانية بالنسبة لنا. ليه أنا بحط الفاينانشال بلان؟ ليه بقعد على ترابيزة المفاوضات مع الأقربون الأولى بالمعروف دول وأفهمهم أوصلهم ليه ايه القرار اللي احنا، ايه البلان بتاعتنا، وايه وكلمة خلي بالكم، انا كلمة ان احنا لما نقعد على ترابيزه المفاوضات نقعد على ليفلز كده، الدايركتورز الاول، بعدين السوبرفايزر بتاع المانجرز، وبعدين السوبرفايزر، وهكذا حسب الرتب اللي في البيت يعني. تمام. دي قصدها لان الليفل بتاع المعلومه الماليه بينحصر، ولازم يبقى الليفل ده ليه ادراك انه عند ليفل دايركتورز في معلومات ماليه مفصله وبارقام كلا الطرفين هيبقى عارفها. طيب على الليفل اللي بعده هل هو محتاج يعرف نوعيه التفصيله دي؟ الاجابه لا. وكل ما هتنزل للليفل، تنزل بالليفل في البيت، هتوصل لانه ليفل معين هيبقى عارف المعلومه بشكل معين او بطريقه معينه بدون تفاصيل او بدون ارقام كبيره، ولكن بيوصل ان احنا الهدف بتاعنا ان احنا نظبط حماده. ما خلاص يعني خلاص الهدف بتاعنا كلنا نسعى الى تظبيط حماده، فخلاص يعني ما حدش هيتكلم بقى، لان ظبطنا حماده النهارده 3 سنين هنظبط اللي بعده. يعني واخد بالك، هو ايه، هو زي ما بيقولوا ايه، جدول وماشي يعني. فدي على سبيل المثال يعني.
طيب النقطة اللي أنا عندي ثلاث بنود أو ثلاثة ايتمز محتاج إن أنا أتكلم فيهم، وهم مهمين جدا ويتعلقوا بالأقربون الأولى. دايما أقول الأقربون الأولى بالمعروف عشان دايما يبقى التشبيه ده، الأقربون أولى يعرفوا إنه دي ترابيزة المفاوضات والأقربون قاعدين على ترابيزة المفاوضات. فإذا لازم educate، أعلم الأقربون. ما هو أنت هتقعده إزاي على ترابيزة المفاوضات وأنت ما اديتوش التعليم الكافي عن الفاينانشال؟ انا ممكن ما اكونش بعرف، انا كأب وام ما اكونش بعرف. حلو، ما احنا بنعمل الاويرنس ده في اللايف بتاعنا على الصفحة عشان نساعد الكوميونتي ده، او نساعد الاقربون، او نساعد الاب والام، او نساعد اصحاب البيزنس او الاشخاص على انه يبقى عنده الاويرنس، عنده المعرفة دي، وبالتالي يوصلها للولاد. لان احنا مش عايزين إذا كنا إحنا طلعنا في مجتمعات أو في أسر ما قدرتش توصل لنا بأي شكل من الأشكال، بقى إحنا عايشين فين أو مع مين أو ليه وكلام من ده، ولكن ما عشناش، ما وصلتناش المعلومة دي في لحظتها. وده خلينا متفقين على حاجة جميلة، إنه كلنا متفقين إن إحنا لا تعلمنا ده في المدارس ولا في الجامعات. عمر ما حد علمنا فاينانشال ليترسي، معرفة مالية. مين قال ان انا اتعلمت ده؟ لا في المدرسة ولا في الجامعة. مين قال لي هتعمل سيفنج ازاي وبكام ومنين وهتنوع مصادر دخلك ازاي؟ انا كل الكلام اللي بقوله طبعا ده يعني موجود في حلقات انا اتكلمت فيها تفصيلا في الحلقات على البيج بتاعتنا يعني. فكل المعلومات دي عن الفاينانشال ليترسي او المعرفه الماليه دي مش موجوده، مش ما حدش قالها لنا. فبالتالي انا عايز اوصل لان يبقى الناس ان عندها اويرنس كفايه بالموضوع ده، والمسج دي يحصل لها ديليفرنج، يعني تتسلم من جيل لجيل. لو احنا النهارده اجلنا ما عرفش المعلومه دي، فاحنا عرفناها بنحاول نوعي الناس بيها. انت خد المعلومه ووعي ولادك بيها. عشان كده زي ما بقول لكم 3 اطراف محتاج ان هم ال3 اطراف قاعدين على ترابيزه المفاوضات معانا في الاقربون دول، محتاج ان انا اركز عليهم. واول حاجه وهي الاولاد. فانت النهارده الاولاد على اختلاف مستوياتهم بقى، سينيور، سوبرفايزر، ستاف عادي، ايا كان الايدج بتاعه، يعني من 8 9 سنين، من 7، يعني قول من 7 ل9 سنين، لازم تبدأ تديله المعلومة أو يبقى عنده المعرفة المالية. طب هيبقى عنده المعرفة المالية دي منين وازاي؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. اللي بنتكلم فيه ان ابدأ علم ابنك. اولا ابدأ اديله مصروف كبير قليل حسب احتياجك، حسب الوضع اللي انت فيه، حسب الدخل بتاعك. انا ما بتكلمش على مبلغ، انا بتكلم على انه اديله مساحته، انه هو يدخل له انكم، يمارس العمليه بتاعه انه هو يدخل له فلوس، ويبقى الفلوس دي هو يبقى الوحيد والاوحد اللي ليه قرار التصرف فيها. يعني حضرتك ما تتدخلش ان انا لما اديتك النهارده 100 جنيه او 200 جنيه فحضرتك انت تتدخل في صرف ال 200 جنيه، ما تتدخلش تماما. ولكن احنا دايما بنسميها ايه في البيزنس؟ منتور. يعني خليك موجه، خليك مشرف، خليك ادفايزر، خليك ناصح. مش ناصح يعني اللي هو ذكي، يعني ناصح اللي هو ينصح الناس يعني حلو التعبير، ينصح الناس. فخليك جنبه، اديله فلوس، اديله مصروف، وابدأ قول له ده انت ال 200 جنيه دول انت ملزم بيهم او مسؤول عنهم في حدود دول هتجيب بيهم الحاجات اللي انت عايز تجيبها، وان انا في لحظة معينة رفضت ان انا اجيبها، فانت اتصرف هل هتجيب بيها ولا لا. وانا فاكر يعني واحد من المنتورز الكبار جدا كنت بتكلم معاه، فبيحكي لي قصة ظريفة على انه صديق لي راح بيدي ابنه فلوس
كل شهر، والولد كل ما يخش معاه السوبر ماركت يقول له بابا انا عايز شوكولاته، انا عايز السويتس دي، الحلويات دي، مش عارف ايه الحاجات دي بتاع، يقول له جيبها من فلوسك. فالولد يسكت، وبعدين ما يجيبش، وتخلص الرحله في السوبر ماركت ويمشوا. الاب بيسكت، ما مش بيتكلم ومش بيعلق، انت ليه ما جبتش، انا مش قلت لك جيب لو عايز، انت مش عارف خالص. هو بيسيبه ياخد القرار بتاعه. الموضوع ده اتكرر مرة اتنين تلاتة اربعة، كل ما يروحوا سوبر ماركت او بيتواجدوا في ماركت يعني، الولد يبدأ يطلب الحاجات دي، فالابن الاب يقول له معلش انا مش هعرف اجيبها المرة دي، انا معيش كاش كفاية، الحاجات دي مش ضرورية دلوقتي عشان نجيبها، الأسباب دي كلها. فبدأ الولد فالولد طيب تنتهي الرحلة في الماركت ويروح وما يجيبش. فالأب بقى استفز يعني، قال لك طب أعرف بقى هو ده الواد ده بيخبي الفلوس فين، حاططها في تحت أنهي مرتبة. فبدأ يسألهم بقى، قال له يعني برضه حمادة نفس حمادة اللي بنجيب له شقة. فدخل قال له يا حمادة، هو أنت ليه كل ما نروح أنا بقول لك لا وعندي أسبابي وكلام من ده وما بتجيبش؟ قال له أصل أنا عندي بلان إن أنا أشتري بلاي ستيشن، وانا عارف ان انت هتيجي عند نقطة مش هتقدر تقول تجيبها لي او مش هترضى تجيبها لي، وبالتالي انا عندي تارجت ان انا اشتريها، فبحوش الفلوس عشان اشتريها. شايفين الليفل بتاع الاديوكيشن؟ شايفين الليفل بتاع التعليم؟ هو وصله ان هو يعمل سيفنج ويحط لنفسه تارجت بناء على الاحتياج. تخيل الشخص ده لو هو بياخد فلوس باستمرار، كل ما يخش يجيب شوكولاتة يجيبها له، وما بدلوش مصروف، عمره ما هيوفر، عمره ما هيوفر. ولكن هو اصبح لما بقى يدخل له دخل معين وبقى عنده نيدز معينه، احتياجات معينه، فاصبح بقى بيوفر الفلوس عشان يجيب الاحتياج ده. فالمايند سيت بتاعه اختلف، اتغير. فتخيل بقى انه المايند سيت بقى بتاع 7-8 سنين الولد ده لما يطلع ل 15 ل 20، لما يبقى رب اسره ومسؤول عن، ويبقى هو اللي قاعد على ترابيزه الاجتماعات بتاع الاقربون دول، فهيعمل ايه؟ يبقى عنده القدره انه يعمل فاينانشال بلان قويه جدا. علموا اولادكم ودي مهمه جدا، ان هو يدخل له انكم، اديله مصروف، وعودوا انه مش كل حاجة يصرف فيها. وزي ما بقول اشتغل له منتور، يعني مرشد، مش مرشد يعني اشتغل له، مش لاقي لها منتور يعني مساعد ناصح، اديله مجرد انه انت ادفايس، مجرد ادفايسز كده، نصايح كده سريعه جدا تتعامل مع الفلوس ازاي. لما يبقى معاك 100 جنيه وانت نفسك في 1 2 3 4، فممكن النهارده عشان توفر فلوس هات 1 بس، والشهر الجاي هات 2. انت هتربي عند الولد كمان او البنت القدره على ضبط النفس، وقدرة على التحمل. أكلما اشتريت، قول سيدنا عمر بن الخطاب، أكلما اشتريت، كل ما رغبت في حاجة، كل ما حبيت حاجة تجري تشتريها، أيا كان بقى بقروض، بسلف، بدين، بكريدت كارد، ما ينفعش. أكلما اشتريت، الإجابة لأ. فنعود ولادنا كمان على انه زي ما بياخد فلوس وبيصرفها، ازاي يعمل سيفنج، يأمن نفسه. ازاي لازم يأمن نفسه من الصغر. من الصغر، ليه لا؟ طيب يأمن نفسه ازاي بقى؟ انه ساعده على السيفنج. طب قول له والله بص، احنا كل مبلغ هتوفره هناخده نحطه في البنك، فيبقى عندك دفتر او حساب بنكي، فيحس الولد في السن ده انه ايه ده انا عندي حساب في البنك، واو،
ده انا بقى انا رجل اعمال، انا ايه طفل اعمال يعني انا راجل حاجه كده طفل اعمال، اللي هو ده حاجه جامده قوي. ساعده ان هي مثلا النهارده لو انت داخل في انفستمنت معين في عقارات، في ذهب، في انواع الاستثمار، في البورصه، وات ايفر الاستثمار اللي انت داخله، قول له تعالى انا هدخلك معايا مستثمر صغير، حته مستثمر كده قاعد على ترابيزه المفاوضات، انت مستثمر صغير. فالولد يحس ايه ده، ده الفلوس ممكن تجيب فلوس، واشرح له يعني وضح له كويس قوي انت هو ايه العائد بتاعها. يعني ان الفلوس النهارده حطيت 1000 جنيه، حطيت 2000 جنيه، فال 2000 جنيه دول لما دخلوا بسهم من الاسهم في البورصه مثلا، والله كسبوا خسروا، وارد بيكسبوا ووارد يخسروا. وانا في كلا الحالتين انت محتاج ان انت تفهمه ان انت عندك قدره ان انت تقبل المكسب وتقبل الخساره ما دام دخلت في الانفستمنت. اللي انا عايز اوصله انه ادي الولاد الروح بتاعه رائد الاعمال. والنهارده لسه كنت بشوف فيديو على اليوتيوب في حته انه ازرع في ولادك المايند سيت، التفكير بتاع رائد الاعمال. مش شرط ان هو يبقى رائد اعمال، ولكن انا بقول الفكر بتاعه، الفكر بتاع انه مش كل ما يجي لي فلوس اروح اصرفها، انا بيجي لي فلوس عشان اصرف. لا، في انا بقى بيجي فلوس فبعرف اقسمها 50 30 20. لازم اعمل سيفنج، لازم السيفنج ده استثمره عشان الاستثمار يبقى مصدر دخل تاني او عائد اخر تاني على الاستثمار. كل دي مفاهيم وتعليم للاطفال يساعدوا من سن صغير ان هو يبقى ماشي على، كنا من اول الحلقه بنقول ايه، ان كل واحد لازم يرسم لنفسه ران واي، طريق يمشي عليه. ارسم، ساعد ولادك ان هو يرسم الطريق ده من النهارده من صغره، لان هيحصل دروب كتيره جدا. فلما يحصل وقوع وانه يخسر الفلوس دي مره ويكسب مره تانية اكتر، ويفضل بهذا المايند سيت، بهذا التفكير على سنوات، ومع تطور العمر وانه يكبر، يبقى عنده القابليه والمرونه للحياه، انه يعيش بطريقه ماليه صح، وتوصله لنتائج صح. لان ده النهارده اعتبره استثمار في الفكر، ان انت بتستثمر ابنك عشان يطلع للمجتمع عنده الاويرنس دي، عنده الفكر ده، مش مجرد راجل كونسيومر، مجرد مستهلك. طيب اوكي، النقطة الثانية وهي الزوج والزوجة. طب الزوج والزوجة لو الاتنين بيشتغلوا او فرد منهم بيشتغل، نفس القصة. لما نقعد على ترابيزة المفاوضات محتاج ان احنا نحط بلان واضحة وصريحة، وكلا الطرفين يساعد فيهم. انا من وجهة نظري، ودي وجهة نظر شخصية تماما، انه في ذمة مالية منفصلة للزوج والزوجة، في ذمة مالية منفصلة للزوج وللزوجة، كل واحد ليه ذمته المالية المنفصلة لا تتعلق بشيء. طب هما الاثنين في شركة، يعني لو احنا تخيلنا ان الأسرة دي شركة وداخل فيها الأفراد كشركاء، اللي هو الزوج والزوجة، والأولاد طبعا كونسيومر مستهلكين على كده ما لهاش حل كده. طيب الزوج والزوجة كأشخاص كذمة مالية أو كشركاء، بيخشوا في يعملوا لنفسهم فند، يعملوا لنفسهم صندوق، يعني يحطوا قواعد الشراكة، قواعد ان احنا هنصرف على الأسرة دي ازاي، وبناء عليها كل واحد هيساهم بايه، كل واحد هيساهم ازاي، كل واحد هيساهم بكام وفي ايه. طب النهارده لو الاسره دي النهارده بتشتري بتشتري شقه حماده، فمين هيدفع القسط؟ وبالتالي مين الشقه دي هتبقى اون لمين، ملك مين؟
امور انا مش ضليع في قواعد اللغه العربيه زي ما بيقولوا، مش ضليع في قواعد الاسره وكيفيه معالجه الاسره، مش بتكلم في ده خالص. انا بتكلم برضو في من وجهه نظر ما وجهه نظر ماليه بحته، هي ما بتجيش الا باللغه العربيه صراحه. وجهة نظر مالية بحتة، ألا وهي إنه لما يبقى فيه أسرة ويبقى فيه الاتنين بينفستوا أو بيفاينانس بيمولوا المشروع وهو الأسرة، لو سمحت حط قواعد للصرف، حط قواعد للتمويل. الشركاء دول هيمولوا ازاي وبكام، وكل واحد حصته قد ايه وهتتصرف في ايه. حط القواعد دي عشان ما يحصلش مشكلة مستقبلا. مين كان مفروض يعمل ايه في الساعة كام. دي مهمة جدا. الأسرة كأنها شركة صغيرة، ولكن أطرافها كتيرة جدا، فلازم يبقى فيها ليها قواعد محددة. فإذا لما بعمل فاينانشال بلان، لما بحط خطة مالية من الأسرة، بقعد على ليفل الدايركتورز، الزوج والزوجة، واحط البلان واقول والله انا البلان بتاعتي 1 2 3 4، فاحنا عشان نحقق البلان المفروض نعمل 1 2 3 4. اما الطرفين يتوافقوا مع بعض في هذه النظرية، او انه يقولوا لا والله انا ليا وجهة نظر اخرى او ليا وجهة نظر تانية. فخلينا نوصل لمنطقة وسط. لما نقعد على ترابيزة المفاوضات لازم نوصل لحاجة اسمها وين وين سيتويشن، يعني جميع الاطراف كسبانه. ده قمه الايه الليفل بتاع لما تقعد على ترابيزه المفاوضات مع حد، انك توصل للليفل بتاع الوين وين سيتويشن. دي بالنسبه كان قلنا الاولاد اتنين، الزوج والزوجه اللي هم التو دايركتورز او الاتنين شركاء في الشركه. تالت حاجه وهي المنافسه شديده بره. المنافسة شديدة جدا أو منافسة شديدة جدي. المنافسة شديدة. المجتمع اللي حواليك ليه تأثير، وتأثير ضخم، تأثير ضخم عليك وتأثير ضخم على أولادك. اللي احنا بنشوف ممكن نشوف معدلات صرف ضخمة جدا، كبيرة جدا، غير محسوب حسابها، غير معمول حسابها. لازم يبقى عندك القدرة على الذكاء العاطفي. هنا بقى يعني قلنا الذكاء المالي في الأول، وبعدين أنهيناها بالذكاء العاطفي. طبعا الذكاء العاطفي ده يعني بند ضخم جدا، أو يعني مش ده اللي أنا بتكلم فيه، ولكن يبقى عندك الذكاء العاطفي أو يبقى عندك الثبات الانفعالي. ولازم توصل الثبات الانفعالي ده لاولادك وترابيزه الاقربون الاولى بالمعروف. دول لازم توصل لهم، لان زي ما بقول لحضراتكم انتوا بتشوف منافسه شديده جدا، بتشوف ناس الصرف بتاعها كتير ضخم جدا، وانت في المحيط ده، والولاد بيبقوا في المحيط ده، فبيشوفوا ده. وطبعا ليه تأثير نفسي عليهم. ليه ما بقاش انا كده؟ ليه ما بصرفش الصرف ده؟ انا ليه ما اصرفش، ما اعملش كده؟ كل ده بيساعد ان، او يعني كل ده بيؤدي الى انه يبوظ لك الفاينانشال بلان، يضرب لك الفاينانشال بلان في مقتل. لما تعمل الفاينانشال بلان عشان تسيف او تجيب شقة حمادة، فتلاقي انه في مناوشات على ترابيزة المفاوضات، ان احنا لا، احنا لازم نطلع نصيف مرة او مرتين، احنا ليه ما بنروحش المكان الفلاني، احنا ليه ما بنروحش المكان اللي ده اصل زميلنا راحوا في الحته. which is انه هو لازم يبقى عندك القدرة انك تسهل المعلومة، تفهم الولاد او الاقربون اللي قاعدين على الترابيزه كلهم، يعني مش حد معين، الاقربون اللي قاعدين على ترابيزه المفاوضات، ان يوم يبقى عندهم قدره على الثبات. انه يعني كل المغريات اللي حواليهم دي هتضعفهم، ما فيش شك. ولكن يبقى عندهم الثبات، او ان انت دايما تتكلم معاهم، دايما تصارحهم، دايما تكلمهم بمنتهى الصدق، بمنتهى الامانه.
الوضع المالي شكله ايه، احنا نسبة الدخل بتاعتنا ايه، او معدل الدخل ده ممكن يجيب لنا 1 2 3 4. طبعا مفيش شك، ودي بره النقاش، وهي ان انت دايما بتتكلم في الرضا بما قسمه الله، الرضا باللي موجود، القبول، ان انت بترضى بما قسمه الله لك، وترضى وتعيش سعيد. ده يخليك تعيش حياة اسعد او حياة سعيدة طول ما انت راضي وعندك الرضا بما هو موجود عندك. دايما ميبقاش عندك متطلبات، ولكن لو كان عندك متطلبات خليها حافز ليك على انك تذاكر كويس، تشتغل كويس، تشتغل اكتر، تذاكر اكتر عشان تحقق المراد منك، او تحقق الطلبات اللي انت عايزها، او البلان بتاعتك. دول كان الحلقه النهارده، دي كانت ال3 نقط الاساسيه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها في الفاينانشال بلان. قلنا انه عندنا ترابيزه المفاوضات بيقعد عليها الاقربون الاولى بالمعروف، واللي هم الاولاد والزوجه والزوج. لو سمحت وصل لاولادك المعلومه بتاعت هو احنا بنعمل كده ليه بنعمل فاينانشال بلان، ايه النتيجه، هنوصل لايه. على ليفل الزوج والزوجة، انتوا دايركتورز، يعني ليفل عالي جدا. لما تقعدوا مع بعض لو سمحت، دي شراكة، دي شركة. لما تقعدوا مع بعض حطوا كل حاجة باتفاقات، وكل واحد بالنسبة بتاعته بيدخل في الشركة دي وبيساهم. يعني مش عايز اقول لكم انه لو الحاجات دي تبقى مكتوبة، انا بالنسبة لي كل حاجة لازم تبقى مكتوبة. يعني كل اتفاق بنتفقه لازم يبقى مكتوب. ان النهارده احنا مش هقول لك ان احنا بنصحى الصبح او بننام نصحى ننسى اللي احنا قلناه. لا حضرتك، ما بيعديش علينا نص ساعة وبيكون اللي احنا قلناه اتبخر. ولو جيت قلت لك ايه انا لا مش فاكر انا قلت كده يا راجل، معقولة؟ طيب ماشي اوكي، بس انا مش فاكر، لا مش انا. فلو سمحت لما نعمل لونج بلان أو خطة طويلة، لو سمحت اكتبها. ما فيهاش مشكلة، مش عيب ولا حرام خالص. مش مخونين بعض ولا حاجة، ولكن كل حاجة بتبقى مكتوبة بتبقى مريحة، وفي المستقبل بتساعد جدا على انها ما يبقاش فيه خلاف وخلاف كبير. اخر حاجة وقلناها انه المنافسة بره شديدة. عليك عامل، انتوا كدايركتور كزوج وزوجة، عليك عامل مهم جدا ان انت تخلي الاولاد يحصل لهم، يبقى عندهم رضا، عندهم قبول. ما تقفلهاش قوي وما تفتحهاش بحري. خليك دايما ان ذا ميدل، خليك وسط دايما. ووصلهم دايما انه الليفل ده احنا فيه لنتيجة الدخل بتاعنا عبارة عن 1 2 3، ومصاريف بتاعنا عبارة عن 1 2 3. جاري العمل على تحسين الوضع المالي، ولكن in progress، يعني في حالة تطوير وتحسين. نتمنى من الله كلنا احنا كأطراف قاعدين على ترابيزة المفاوضات ان احنا نوصل لهذا النتيجة من التحسين والتطوير والنتيجة اللي احنا عايزينها. دي كانت النقط الأساسية في الفاينانشال بلان، وتأثير المحيط اللي حواليك، الأقربون بالمعروف اللي قاعدين اللي معاك وحواليك، تأثيرهم ازاي عليك ماليا، تأثيرهم ازاي عليك على الخطة المالية وانت بتحطها. هم أطراف أساسيين. لو سمحت اقعد معاهم، اتناقش معاهم، خليك واضح معاهم وصريح. حطوا البلان مع بعض عشان توصلوا لنتيجة انت والاطراف كلها تبقوا مرضيين عنها ومبسوطين منها. دي كانت الحلقة الثالثة من الفاينانشال بلاننج. بقية الحلقات موجودة على البيج وعلى اليوتيوب channel باسم أنس سالم. أشوفكم على خير، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.